بجد والله الواحد بيفكر يفتح مطعم من جمال الكشري وحلاوته. شوية كشري يستاهل بقكم. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتي. بصراحة حلو خالص، وطريقته بسيطة وفي منتهى الجمال واوفر من اللي بنشتريه من بره خالص. طبعا انتوا عارفين الحاجة غالية بره، وولادنا بيحبوا ايه؟ ياكلوا الكشري من بره. احنا بقى قلنا هنعمله في البيت، بيكون حلو. انزلوا حطوا لايك والاشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا يا ملوك، ازيكم عاملين ايه؟ عجبك الاكل؟ يلا بسم الله. خطوات الحمص سهله وبسيطه. حطيت هنا الحمص ونقعته 4 ساعات، وحطيت عليه ميه مغليه، وحطيت 4 طماطمات. بسم الله. يعني ربع كيلو من الطماطم، وبملى الحله بيه. هنا الثوم، بحط ربع معلقه، بحط كله على بعض. ربع معلقه من الهريسه، بسم الله، مش كتير. ولازم الكمون، بسم الله. وهقلبهم، ومش هحط الملح خالص دلوقتي الا ما يستوي، علشان الملح بيعكس في السوا بالذات البقوليات، وبصراحه بيطلع خطير. حط له الملح، مش هحط له اي اضافات تانية. جربوه بطريقتي. هنا بقى خليكم معانا في صلصه الكشري، واهم تركات بنعملها في الكشري بطريقه خطيره. بعمل الكشري كله بزيت، بحط 3 4 معالق من الزيت، انزل عليهم بمعلقه كبيره من الثوم، بسم الله، معلقه واحده. هنا بقى اول ما الثومه تاخد لون اصفر، بحط معلقه من الهريسه، وبنزل عليها بربع كوبايه من الخل. طبعا احنا بنعمل الخطوات دي في صلصه الكشري في الفته. اول ما الاقيها خدت اللون الاصفر الجميل، بروح احط لها معلقه ايه كبيره كده من الهريسه، بسم الله، ونقلبها شويه. هنزل بمعلقتين من الخل او ربع كوبايه من الخل. هسيبها 3 دقايق على النار، 3 دقايق بس. اول ما يعدوا 3 دقايق هنزل بالطماطم، بسم الله. هنا انا عامله كيلو ونص من الطماطم عشان احنا بنحب الصلصه. هنزل بالكميه الباقيه، بسم الله بسم الله. هنا التوابل، حطيت مكعب من الماجي، وحاطه معلقه من الكمون، حبه صغيرين من الفلفل الاسمر والملح. طبعا الملح حسب الاحتياج. وهقلبه، بسم الله، وهسيبه لحد ما يتسبك. هنعمل بقى البصله اللي بتكون مقرمشه طعمها حلو. لما بتجيبوا الكشري بيكون فيه البصل كده مقرمش وبيبقى جميل. هقول لكم بقى القرمشه دي سرها النشا. يعني انا بقطع البصل شرايح بالشكل ده. ده نص كيلو من البصل بقطعه شرايح، بحط عليه 3 معالق من النشا، بخلطهم كده في بعض. طبعا غاسله ايدي وعلى طول ايدي في الميه، فايه بشتغل بايدي بصراحه. افركهم بقى كده في النشا، بسم الله. وابتدي بقى ما احطش كله، احط حبه حبه، بسم الله. يعني الزيت نضيف ومش حاطه فيه حاجه، يعني ما استعملتوش قبل كده، بفرد كده، بسم الله. هعملهم على مرتين، يعني بعمل تتكسر باكل. هنا بقى جبت ورقه نضيفه، ورق مش مكتوب فيه يعني ايه، اهو ورق ابيض، بسم الله، او ورق زبده. طبعا بقعد اقلب فيهم كده عشان يبقى ايه مفرد كده بعيد عن بعض، وطلعه كده لونه اصفر وجميل، بسم الله. واسيبه لحد ما يبرد وافرده عن بعض، بسم الله. ما خلوش لما يحمر قوي، هو ده اللون المناسب ليه. شايفين شكله جميل ازاي؟ نسيت اقول لكم ان الزيت ده مش هيترمى خالص، احنا هنعمل منه العدس والرز والشعريه، بيكون طعمه في منتهى الجمال. هنا بقى حطيت ربع كوبايه من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. هنا كوبايه من الشعريه، بسم الله، هحمرها تاخد لون اصفر. بعد كده هحط العدس اقلبه، بعد كده هحط الرز. مش هغسل الرز دلوقتي الا في الاخر. خلاص كده ما شاء الله خدت اللون الاصفر الجميل. ابتدي بقى ان انا احط ايه، بسم الله، الرز. ده كان نص كيلو من الرز، وكوبايه من الشعريه يعني ربع كيلو، وده ربع من الله. خلاص كده هقلب العدس والرز والشعريه ياخدوا تحميصه بس 3 دقايق، وبعد كده هحط معلقه كمون. بنحط الكمون اكتر علشان العدس الجبه بيعمل انتفاخات في البطن. هحط معلقه من الكمون، معلقه من الملح، ده مكعب من الماجي، ولازم افركه كويس عشان ما يبقاش فيه حتت ناشفه. خلاص كده هحط بقى الميه لحد ما اغطي الرز والشعريه. خلاص كده خلصت. اول ما يتشرب بهدي عليه النار. هنعمل بقى الدقه كده على السريع، دي بتبقى حلوه قوي على الكشري. بسم الله. نص كوبايه من الليمون المعصور، نص كوبايه من الخل، بحط نص كوبايه من الميه، مقادير متساويه. بحط حبه صغيرين من الملح، بحط سنه صغيره من الثوم عليه كمون. هنا رشه بسيطه من الكزبره على كمون، بسم الله. وعشان تبقى سنه كده مشطشطه بس مش قوي، عشان ماما واختي، بسم الله.
واحط حته صغيره من الهريسه وكده تبقى جاهزه معايا، وتكون طعمها حلو قوي على الكشري، جربوه. هنا خدت معلقتين من الصلصه واحط عليهم معلقه من الشطه، بس الشطه دي حاميه جدا، وبقلبهم تبقى كده معانا الشطه، بدل ما نعمل الشطه اللي هي الزيت بتكون صعبه كتير، يعني بلاش منها، دي اخف شويه. بجد والله الواحد بيفكر يفتح مطعم من جمال الكشري وحلاوته، شويه كشري يستاهل بقكم. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتي، بصراحه حلوه خالص، وطريقته بسيطه وفي منتهى الجمال، واوفر من اللي بنشتريه من بره خالص. طبعا انتوا عارفين الحاجه غاليه بره، واولادنا بيحبوا ايه، ياكلوا الكشري من بره. احنا بقى قلنا هنعمله في البيت بيكون حلو. انتوا حطوا لايك والاشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا يا ملوك، ازيكم عاملين ايه؟ عجبك الاكل؟ يلا بسم الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ميرفت عملت لنا كشري، الكشري بتاعها جميل احسن من بتاع المحلات. تعالوا اتغدوا معانا. يلا حنان.